وبمخافة الله عز وجل. الحكماء والعارفون يقولون الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله الستر خشية سقوطهم من نظر الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. يعني ايه الكلام ده يا أستاذتنا؟ يعني الإنسان الذي يعني درجة الإيمان بتاعته يعني يا دوبك بتديه درجات النجاح زي ما احنا بنقول، هو كل همه أن الناس لا يرون منه إلا كل شيء يحمد عليه. فيطلب من الله عز وجل أن لا يفضح وهو يعصي الله عز وجل. ليه؟ لأنه خايف إن الناس ينظروا إليه ويعصي الله عز وجل فيعني يأخذ منه موقف أو جانب أو نحو ذلك، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن العامة أو الذي إيمانهم يعني أدنى درجات الإيمان هو عايز بس وقع في المعصية، مش همه الحق سبحانه وتعالى، لكن همه الناس ما تشوفوش. لكن أهل الله يطلبون من الله سبحانه وتعالى الستر عن المعصية بأن لا يقع منهم معصية. كيف ذلك؟ بأن يمدهم الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده فيكونوا على دوام طاعة الله عز وجل، لأنهم يرون أن افتضاح أمرهم لا يتعلق بأن يرى الناس يروهم الناس على معصية، بل افتضاح أمرهم أن يراهم الله سبحانه وتعالى على عصيان، لأن هذا أعظم شيء وأفظع شيء يكون عليه الإنسان، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين عليه والعياذ بالله. حد بيصلح دائما ما بينه وبين الله. فهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمداد من الإيمان لكي يطيعوا الله عز وجل ويباعد بينهم وبين المعصية أو العصيان. طب احنا اتكلمنا على حاجات عامة، لكن نتكلم بقى على اللي حذرنا منه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مسألة